صباح الخير، ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض النهارده فطاير كده سريعه للسحور. بس قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي على الوصفات اللي عاوزين نقدمها الفتره اللي جايه على القناه. انا اماني، يلا بينا نبدا. هجيب بوله كده غويطه، هحط فيها 2 بيضه وملح وفلفل اسود ورشه حبه البركه ورشه صغيره من البيكنج باودر، وممكن كمان نقطه كمون صغيره، وهقلب كل ده مع بعض. بعد كده هضيف كوبايه لبن، هضيف كمان كوباية دقيق بس بالتدريج، واحدة واحدة كده لحد ما القوام يكون عامل زي قوام بتاع الكيك كده، يكون ولا تقيل قوي ولا خفيف. تمام. اقلب كويس علشان كل التكتلات بتاعة الدقيق تروح. هضيف شوية دقيق كمان. هقلب كده، لسه برضو حاسة ان العجينة محتاجة شوية دقيق كمان فهضيف شوية. تمام كده العجينة خلاص جاهزة معايا، هركنها على جنب لحد ما احضر الحشوة. انا جبت شوية جبن، جبت جبنة قريش وجبت جبنة رومي. هبتدي ان انا اخلطهم كده مع بعض. ممكن تضيفوا اي جبن تانية انتوا بتحبوها، ممكن تضيفوا كمان زيتون، اي حاجة انتوا بتحبوا تضيفوها ضيفوها، ممكن لحوم. هقلب كده الجبنة مع بعض، وهحط عليهم طماطمايه وفلفلايه رومي متقطعين صغير، وهقلب كل المكونات دي مع بعضها. وكده تبقى الحشوة خلاص جاهزة معانا. في طاسة على النار هدهنها دهنة زيت صغيرة قوي، وهبدأ بقى ان انا اخد كده كبشة من الخليط بتاع العجينة اللي انا عملتها، وهحطها على النار، واحاول اوزعها كده في الطاسة كده بالشكل ده. مجرد ما الاطراف تبتدي ان هي تفك هقلبها على الناحية التانية. انا موطية النار خالص عشان ما تتحرقش مني. هجيب بقى الحشوة واحط كده شوية في النص، مش هكتر الحشوة قوي علشان وانا بتنيها ما تتقطعش مني. بعد كده هبتدي بقى ان انا اتني الاطراف بتاعتها لجوه عشان اقفلها على الحشوة كويس. بالشكل ده كده شايفين.
اضغط عليها ضغطة خفيفة كده، بحيث ان الاطراف تشبك في بعض وتتقفل معايا كويس، وتاخد كمان لون ذهبي حلو كده من الناحيتين. هعمل كل الكمية طبعا. شايفين شكلها حلو، سريعة وطعمها حلو، فيها مكونات اللي جسمنا محتاجها، فيها الخضار، فيها بروتين، فيها النشويات. طعمها تحفة وسريعة وحاجة كده جديدة نتسحر بيها بدل السحور التقليدي اللي احنا بنعمله كل يوم. وبس كده، دي كانت وصفتي النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على خير في وصفات كتير جديدة، وباي باي.